معانا هنا 6 أشخاص هما بلانكا وأنا ماريا، إيميليو، أوتو، ليلي وفيدريكو، اللي كل واحد منهم بيعاني من مرض نفسي معين هنعرفه كمان شوية. إيميليو بيروح عيادة دكتور بالوميرو الدكتور النفسي عشان عنده ميعاد معاه، لأن عنده داء كده إنه كل حاجة بيعدها وبيحسبها بالظبط زي الكالكوليتر، لدرجة إنه بيطلع على السلم لمجرد بس إنه يعد السلالم اللي بتوصله للعيادة. وبتبقى هناك الممرضة بوسي ملاك الرحمة زي ما احنا شايفين، وبيقول لها على عدد السلالم اللي عدها. فقالت له لا يا حبيبي غلط، اصل حضرتك في 50 واحد عندهم نفس المرض بتاعك وعدوهم قبلك. فقال لها لا، ده انا لازم اتاكد بنفسي، وفعلا نزل تاني عشان يعدهم. بس كانت طالعه بلانكا على السلم عشان وراها ميعاد برضو مع دكتور بالوميرو، بس هي اختارت تطلع على السلم بعد ما حد عاطس في الاسانسير، فطبعا ما بتقدرش تركبه لان عندها وسواس النظافه. المهم بتدخل بلانكا اوضه الانتظار وبتلاقي فيدريكو الراجل المحترم المنحرف في نفس الوقت، وده لانه مريض بطول اللسان، يعني بيمشي يشتم الناس وخصوصا الستات وبيعكسهم، بس بيبقى مش حاسس هو بيعمل ايه ولا بيعرف يتحكم في نفسه. فبلانكا طبعا بتمسح الكرسي عشان تقعد عليه، وفيدريكو ابتدت الحاله عنده وقال لها اموت انا واعيد السنه. فقالت له هو حضرتك قلت حاجه؟ قال لها لا يا بنتي انا بقول مساء الخير، وهو بيغمز لها كده، وده طبعا برضو غصبا عنه يعني. المهم شويه قال لها تعالى تاني في الدور التحتاني، فقالت له لا انا سمعتك المره دي، سمعتك. فقعدت تهرب منه وتنادي على بوسي ملاك الرحمة اللي كانت بتدخن في الحمام أصلا، وهو بيحاول يفهمها حالته وما فيش فايدة. راحت حبسته لحد ما طلع تاني إيميليو بعد ما عد السلالم ووقف معاها، بس خرج فيدريكو وفهمهم إن عنده مرض اسمه متلازمة توريت بيخليه راجل منحرف بس من غير ما يحس، وإنه أصلا جاي هنا عشان يتعالج. فبيستغربوا التلاتة إن هما محجوز لهم في نفس الميعاد، فبيسألوا بوسي ملاك الرحمة هو احنا عندنا جلسة جماعية؟ فقالت لهم لا. فقالوا لها طب احنا موجودين ليه احنا التلاتة سوا؟ وإيميليو قال لها اتأكد لنا يا أخت بوسي، ده أنا مستني الميعاد ده من 13 شهر ونص، يعني 410 يوم، يعني 9840 ساعة، يعني 5,490,400 دقيقة. فقالت لهم حد يوقف الكالكوليتر دي عشان أنا مش ناقصة توتر. وطبعا بلانكا كانت في الحمام عشان بتغسل إيدها لما لمست الأبواب، وبتكتشف إنها مسكت الحنفية، ففتحتها وغسلت إيدها تاني وسابت الحنفية مفتوحة لحد ما تجيب مناديل من بوسي ملاك الرحمة. فمش هنركز مع بلانكا لأنها هتفضل طول الفيلم في الحمام تقريبا. وبيروحوا فيدريكو وإيميليو يستنوا في أوضة الانتظار، وبتيجي أنا ماريا الست الموسوسة اللي بتفكرنا بالأم التقليدية الأصيلة اللي بتسألنا كل شوية طفيتوا الموتور، قفلتوا المحبس كده يعني. فلما بتوصل أول حاجة بتسمعها هي صوت الحنفية اللي سابتها بلانكا مفتوحة، وبنلاقي إن هي كمان وراها نفس الميعاد مع دكتور بالوميرو، وبتروح تستنى معاهم في الانتظار. وبيجوا عليهم كمان البنت اللي اسمها ليلي وأوتو، وبكده بقوا 6 مرضى نفسيين واخدين نفس الميعاد وقاعدين مع بعض، والدكتور ما جاش لحد دلوقتي. وفيدريكو جات له الحالة وقال كام لفظ جميل كده، فالحالة جات لماريا لأنها متدينة جدا ولا إرادي على طول بتعمل الحركة دي لما بتحس إنها نسيت حاجة أو اتوترت. فطبعا اتخضت من الراجل المحترم المنحرف نفس الوقت، بس فهموها حالته وقالوا لها إنه جاي يتعالج. فشافت الكتاب المقدس وقالت لبلانكا ناولي لي الكتاب ده أقرا فيه شوية إلهي تنستري. فقالت لها يا زين ما اخترتي، خدي يا أختي الكتاب. وراحت طبعا باتت في الحمام علشان تستحمى بعد ما لمست الكتاب. وبتكتشف بوسي ملاك الرحمة إن كل الناس دي جت في نفس الميعاد لأن حصل خطأ من السيستم، وقالت لهم الدكتور جاي من لندن فاستنوا شوية. واقترح عليهم أوتو إن هم يتكلموا مع بعض وكل واحد يعرف التانيين بمرضه لحد ما يجي الدكتور. والحقيقة إن هم كانوا مضطرين يستنوا الدكتور لأن هم ما يعرفوش ياخدوا ميعاد تاني منه، وخصوصا إنه بيكشف مجانا. فقالت لهم بلانكا تعالوا كده نشوف كل واحد مننا بيحب لون إيه، وطبعا ممنوع حد يتريق على حالة التاني. بس ماريا بتقول لهم لا أنا زي الفل وما فياش أي حاجة، وأنا أصلا جيت هنا عشان أسأل الدكتور على حاجة لواحدة صاحبتي. وقعدت على جنب تقرا في الكتاب المقدس. وطبعا كل واحد ابتدى يتكلم عن نفسه. وفيدريكو قال لهم انا كنت شغال محامي وطبعا لازم اسيب الشغل، يعني تخيلوا كده ان انا في مرافعه وبقول سياده القاضي المهزأ، هيبقى شكلي ايه يعني؟ فقلت اشتغل من البيت وقررت ابيع طيور. فللاسف رجعوا لي البغبغانات بتاعتي وقالوا لي خد يا عم البغبغانات بتاعتك اللي ما شافتش بربع جنيه تربيه دي، لان طبعا البغبغانات اتعدت مني وبقيت تشتم الناس يعني. واتكلم ايميليو عن نفسه وعن عقده انه كل حاجه بيعدها، وانه كمان عنده مرض تاني وهو الاحتفاظ باي حاجه قديمه او بايظه ومش بيحب يرميها، وده تاني مرض عند الامهات التقليديه الاصيله يعني. المهم الموضوع ده خلى مراته تزهق منه وتسيب له البيت. وبلانكا اتكلمت عن مرضها وهو وسواس النظافه اللي بيوصل معاها لدرجه انها بتنظف مكان شغلها بدل عاملات النظافه لانها بتخاف من البكتيريا والحاجات دي يعني. وبعد ما عرفت الناس بمرضها ابتدت بقى تلبس الجوانتي لان خلاص ما بقاش في حاجه تخبيها. وليلي قالت لهم انا
مشكلتي ان بردد اخر الجمله دايما زي حاله سامي كده اللي هو ماما وخالتي ماما وخالتي ماما وخالتي. وبتقول لهم الموضوع ده حصل لي من ساعه ما بابا مات. فسالتها بلانكا عن لونها المفضل، فقالت لها رمادي رمادي، دي تعويذه الحظ الافريقيه، انت ما تعرفيش؟ فقالت لها لا. فقالت لها ليلي تاني رمادي رمادي، دي تعويذه الحظ الافريقيه، انت ما تعرفيش؟ فقالت لها وربنا ما اعرف. واوتو قال لهم على مرضه، وهو انه بيخاف يعدي على اي خطوط على الارض، يعني لو قابل اي ارض مخططه بيبقى راجل كده محترم في نفسه بس بيمشي ينط في الشارع، وده خلاه مش عارف يرتبط باي واحده لان شكله طبعا بيبقى وحش قوي. لا وعلى حظه كان فرش العياده كله مخطط اصلا، فكان بيمشي بالشكل ده. اما ماريا فابتدت تتفاعل معاهم وقالت لهم ان هي على طول عندها وسواس انها ما قفلتش الباب او نسيت المفاتيح او سابت الشبابيك مفتوحه، لدرجه انها لما بتخرج وحتى لما بتركب المواصلات بتنزل منها تاني وترجع علشان تتاكد من الحاجه اللي ناسياها، ومن كتر ما بترجع كل شويه ما بتلحقش اصلا مشوارها، وكل مره بتروح تلاقي اصحابها مشيوا وسابوها. وبيقول لهم فيدريكو احنا كلنا عندنا نفس المرض اللي اسمه توك، اللي هو اختصار يعني لاضطراب الوسواس القهري. وطبعا اول ما قال كده فراحت ليلي قالت توك توك، ومن هنا جه اسم الفيلم، يعني دي معلومه ليكم. وهنا بتيجي بوسي ملاك الرحمه وقالت لهم ان الطياره طلعت من لندن واحتمال يكون عليها دكتور بالوميرو، فقالوا لها احتمال، وقرروا طبعا يمشوا ويروحوا يبلغوا عن الدكتور. وحاولت بوسي تهديهم وتخليهم يستنوا، واوتو كمان بينزل وبيهديهم وبيرجعوا تاني، وقال لهم بقول لكم ايه، ما تيجوا احنا نواجه مخاوفنا ونحاول نعالج نفسنا. وفعلا بيوافقوا، وبيدي اوتو لكل واحد منهم 3 دقايق عشان يحاول انه يعمل عكس المرض بتاعه. يعني مثلا ال3 دقايق بتوع فيدريكو المفروض ان هو يبقى انسان محترم بس من غير منحرف، ويشوف هيقدر يمسك لسانه ولا لا، وبيحاول فعلا انه يمسك نفسه ويشتم اقل. حتى ايميليو قال لهم بصوا هو شتم اقل من كل مره، راح شتم هو شخصيا، فقال لهم بصوا انسوا اللي انا قلته لكم ده اصلا. وجه الدور على ماريا، فقعدوا بقى يشككوها ويقولوا لها ان انت نسيتي المفاتيح، فقالت لهم لا معايا، وفضلوا يستفزوها ويشككوها في نفسها اكتر. هي قدرت تستحمل في الاول، بس في الاخر جالها الحاله وحست انها بتتخنق، فراح اوتو يجيب لها ميه، وفضلت تدور على المفتاح وشكت انها نسيته بجد، بس طبعا كان معاها يعني. ونفس الكلام حصل مع ليلي، حاولوا يدخلوها في حوار بحيث انها ترد على قد السؤال وبلاش صدى الصوت اللي هي بتعمله ده، بس ما قدرتش تكمل وقامت وهي غضبانه وراحوا وراها، ولكن قالت لهم مفيش فايده. اما بلانكا فودوها الحمام ومسكوا ايدها عشان يخلوها تلمس الحوض، واستحملت في الاول بس في الاخر ما كانتش قادره تستحمل، وبرضه حست بخنقه لحد ما ضربت ايميليو. يلا طيب ويستاهل، هو ماشي اصلا يتريق عليهم كلهم. وجي دور اوتو انه يعدي على الارض، وكانوا مخبيين عينه، وليلي قالت له لو عديت هديك كس، فطبعا هي بتكرش عليه بشعره اللي ضربه اكسجين ده وبتتلكك، فقعدوا يشجعوه وكان بيعدي بس بالشكل ده. لما ايميليو شلوا الرباط من على عينه فصوت وعمل كده، وقال ليلي معلش انا ما قدرتش اعدي، فقالت له يا حبيبي ولا يهمك انا كده كده هوفي بوعدي، يعني البنت مشجعه جدا يا جماعه. ودلوقتي جه دور ايميليو اللي قعدوا يحاصروه بالاسئله اللي كلها ارقام او تواريخ، وطبعا هو كان بيرد عليها كلها وقال لهم انا وربنا ما اعرفش الاجابات دي بجيبها منين، بس انا بعرفها. هو تقريبا كان ايميليو 8 جيجا يعني، فطبعا حس بيأس وقال لهم انا اصلا مش هتعالج وهفضل كده، وقرر يمشي. وليلي حاولت تمنعه وتكلمه بس هو حبسها وقال لهم بقول لكم ايه انا مش فايق للراديو ده، وصرخت ليلي خرجوني، فاوتو فتح لها الباب، ولما خرجت قالت لهم خرجوني، قالها يا بنتي ما انا خرجتك ما تصدعناش بقى. واوتو قال لهم خلاص يا جماعه انا غلطان اني حاولت وانا السبب في الفوضى دي كلها، واحنا كلنا فشلنا. فقال له فيدريكو مش صحيح، فكلهم كده انتبهوا ليه. وقال فيدريكو لإيميليو انا هسألك سؤال واحد وجاوبني عليه من غير تفكير، كم مرة رسمت ماريا إشارة الصليب في آخر ساعة؟ فقال له ما اعرفش، ما عدتهاش لان انا كنت مركز على اللي بيحصل حوالينا فما عدتش. فقال له فيدريكو هو ده بالظبط، احنا لما بنشغل مخنا بالتفكير في حاجة اكبر بننسى الحاجة الصغيرة اللي احنا دايما بنفكر فيها. فتعالوا كده نشوف مين تاني حصل معاه الموضوع ده. لما ماريا اتخنقت اوتو راح يجيب لها مية من غير تفكير، فايه اللي حصل؟ فقال له اوتو يا لهوي انا مشيت على الخطوط. قال له فيدريكو وكمان لما رحنا كلنا ورا ليلي مشيت برضو على الخطوط من غير ما تحس. وليلي مرة واحدة قالت ده في حد تاني نسي وسوسه القهري، بلانكا. فبلانكا قالت لها امتى؟ وراحت قالت ده في حد تاني نسي وسوسه القهري، بلانكا. فبلانكا قالت لها يا ستي امتى؟ قالت لها انت فكيتي حزام ماريا لما كانت مخنوقه وما غسلتيش ايدك. بعدها بلانكا قالت في حد تاني نسي وسواسه، وقالت لانا ماريا انت نسيتي ترسمي اشاره الصليب مع الصلاه قبل ما تبداي في التدريب. فقالت لها بجد ده فكرتيني ان انا اعملها
يعني. واوتو قال ليلي كمان ما قررتش كلمه بي لما كان ايميليو بيعمل التمرين، هي كلمه كده كانت بتساله بيها على حاجه يعني في التمرين بتاع ايميليو، وقالتها مره واحده. فلما حسوا ان التمرين ده جاب معاهم نتيجه قرروا يتقابلوا مره كل شهر عشان يعملوا التمرين. وخلاص دلوقتي ما بقوش محتاجين الدكتور بالوميرو ومشيوا من العياده. وبنكتشف هنا المفاجاه ان الدكتور بالوميرو راح العياده واللي هو بيطلع فيدريكو، واللي قاصد يعمل كل ده لان دي طريقته في العلاج. فبيروح يشتم بوسي ملاك الرحمه، بس قالت له دكتور لولا ان انا عارفه ان انت عيان والله ما كنت سكت لك. هو عيان فعلا وباب النجار مخلع يعني. وبتطلع بوسي اصلا ممثله ومش لاقيه شغل، وهو جايبها عشان ما حدش من العيانين يشك في اللي بيحصل. وبيروح ايميليو يرمي كل الكراكيب اللي محتفظ بيها، وبترجع تاني مراته. وماريا بتخرج من البيت من غير ما تعمل اشاره الصليب، وبتبقى هاديه ومش بتحاول تشكك نفسها انها نسيت المفاتيح، بس بتطلع نسيها بجد. المهم انها اخيرا بتروح وتلحق ميعادها مع اصحابها قبل ما يمشوا. اما بلانكا فبتبتدي تتعامل مع الناس ومسكت البيبي بس راحت غسلت ايدها. وليلي لسه بتدي كورسات الايروبكس واليوجا ولسه بتعيد الكلام، والناس اصلا بتزهق منها وبتقوم يعني، بس بتكون شقطت اوتو من العياده وده المهم. وهو ساعات بيخاف يمشي على الخطوط، وساعات ليلي بتنسيه الخطوط بطريقات ما كده. اما بالوميرو ده ما بيتعالجش اصلا ولسه بيكمل في جلسات العلاج الجماعي من غير ما يحسس المريض بكده. وتوتا توتا والفيلم خلص في الحدوته. والحكمه بقى اللي احنا طلعنا بيها من الموال الاسود ده ان كلنا يا جماعه مرضى نفسيين، حتى الدكاتره النفسيين. والحكمه الاهم ان الانسان هو طبيب نفسه، يعني لازم يبقى عندك الاراده انك تتعالج وتغير من نفسك، لانك لو رحت ل20 دكتور نفسي بس انت كنت ضعيف مش هتقدر تخف. نكون قد وصلنا الى نهايه هذا الفيديو. اذا اعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك واخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.